المشاهدين والمتابعين، حبابكم وأطاب الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. اليوم في هذه الإطلالة الجميلة معانا الشاعر المميز الشاعر علم الدين عبد الله المصري. حبابك مرحب بك، وحباب كل الناس اللي بتتابع برنامج نبض الحروف، وحباب كل الناس اللي بتتابعك الشاعر علم الدين عبد الله المصري، ورمضان مبارك عليك في هذه الإطلالة. بسم الله سمينا وطردنا الجن جن الجن في زلام يشوفنا أظن. نحن فينا خصلات الكرم والحن راكزين صبة في اليوم السيوف الزين. حباب مشاهد نبض الحروف، ورمضان كريم عليك وإن شاء الله إطلالة جميلة. حبابك والله وليك التحية ثانيا علم الدين عبد الله المصري، وتحية للمشاهد. الليلة في برنامجنا ده وفي حلقتنا دي يا ود المصري دارين نسوقك معانا في البداية لبحر الحكمة، وبقول لك الزول إن داير الآخر يعمل دوام للخير، الشر ما بقدم والموت مكتوب ومصير. مهما عملت في الدنيا ولبست حرير مصيرك ترحل ومالك بتهنوا به الغير. صح. حبابك لسانك كف لا تنطق قبيح بالمرة، وزول الفارق أبعد منه 200 مرة. تعال نوصيك في هذا اللي ما بتنضر، صلي وصوم وزكي وأسعد البنسرة. صح. اختار في الرجال صاحب الفكر مو المادة، واختار في الحريم دايما صريحة وجاد. بالك خلو واسع، قالوا الشدايد هذا بيت الشورى فاتح إلا البصاير ساد. صح والله. جني وجن حديثا فيه قلنا وقالوا، والزول اللي بيبذر في الرزايل ماله. عز اللي بعزك وافتقد لحاله، خلك زول كلس مهما الشدايد طالوا. ترز الحروف ما بعلموا التشكيل، ومكسور الجناح ما بشيلوه تقيل. المطر الغزير ما بخلى من بالبيل، وتارك الصلاة ما بنجي من البيل. صح. الزارع البصل ما أظن بيحصد منقى، وكاتل الروح خلاف الدية باخد شنقة. حقيقة المزرودة لا شك في لغتنا الخنقة، وابل الصيف بيهطل عز الهجير والزنقة. المتسبل أظن الريشة بتبكيه، واللي عنده العنج أو عاق تجي تكاويه. نقار الحديث في حاجة ما تهاويه، والقاطع الرحم بتمنى ما تباريه، والقاطع الرحم بتمنى ما تباريه. يا سلام يا أخي، ليك التحية والله على هذه الكلمات الجميلة علم الدين عبد الله المصري. حقيقة لكن نقطة طيبة عبد المصري، الزول اللي عنده العنج ده لو باريته بيحصل لك شنو؟ جوي لك طيب قال أنا خاويت أخوان بحقوا مع أن الخوة ما فيهم الجبان اللي في الرجال بتحوى. صح. الراجل النيب بحقوق الغير بتسوى، ده ما بواسيك حنتقع على المصايب جوا. الله ما بواسيك. حبابك في الخوة علم الدين عبد الله المصري. رفاقات المصالح ومعرفة من هب ما بتلزمني عيل، بزيد طلوع شبه. في اليوم السموم الأحرى من التوب بجرب مرة خاوينا وأقع في كوب. شيكات عملة للدايرين قربنا يصرفوا، يميننا بتدي للمحتاج جايه ظرفه. عليك يا دنيا مهما تقدد اللي بينظرفه. عرفنا رجال ومع كل الرجال بنعرف. حقيقة عز في الرفاقة الأصيل مالكم مخاول، كل ما يذكروه قالوا أصنف. رفيقا يوم مصايب الدنيا فيك تتلم بيلفاك وبسندك، وليك بزيل الهم. والله. رفيقا لينا في كل المواضع اجتاز، جميعهم سادة بقيم المكارم فازوا. تيل الدقلة للفعل القبيح ما نحازوا، ديل رفاقتي والعاداهم أقبل جازوا. نقي رفاقتك السامعين أو عدوش، وما تبرى المغفل والبيدخل توش. 2 منهم أطبوا المداخل الحوش، الداير يعرفك شان عرض وقروش. قاسي زمننا حاسي على النهايات شرف، أبقى نبيه لكل عينة ما تتعرف. حزاراك للحريم بتكرف، والبعمل مصيبة وما بعرف أتصرف. كتير لفينا في ربوع الوطن أسهرنا، عرفنا اللي بحفظ السر واللي بفيش في ظهرنا. ما سوينا شيء ننبيه مرة جهرنا، بنخاف الأيام ترجع كدي وتكهرنا. درب الغربة ليه سرقنا رغم مخاطره، غبنا شهور ودمع الشوق بقينا نقاطر. في الدنيا العبوسة اللي فيها تب خاطره، بنخاف الرفيق يحتاج نكسر خاطره، بنخاف الرفيق يحتاج نكسر خاطره. يا سلام عليك يا أخي.
ديل اخواني العزاز مو شكير واسامي بفخر بالملوك وعزاز الغدرهم سامي. صح. يوم تضيق الدنيا وتجور ايامي قباله تلفت بشوفهم جد قدامي. حبابك ود المصري والله وحقيت واوفيت في حق الاخوان. يا اخي ليك التحيه وكنت الليله ضيف خفيف علينا جدا جدا. شاعرنا المميز الشاعر علم الدين عبد الله المصري. ليك التحيه والتحيه لكل الناس اللي بيتابعونا عبر برنامج نبض الحروف. كانت هي حلقتنا اليوم والى ان نلتقي في حلقه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.